صلى على النبي وعمل لايك واشتراك ويلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع الحاج ميتشل ابو ايفري وهو بيحكي لنا عن اجمل قصة حب، وانها بدأت من سنة 1996 بين ايفري ولوجان. الحكاية بدأت بانهم صحاب، ولان لوجان كان مختلف عن اي صاحب قابلته ايفري، فضلوا سنين مع بعض لحد ما بقوا بيحبوا بعض وقادرين يعدوا كل حاجة صعبة وهم مع بعض، لحد ما في يوم اتوفت ام ايفري وكانت فترة صعبة عليها، لكن وجود لوجان كان بيطمنها شوية، وفضلت تشتغل على نفسها لحد ما حققت حلمها وجالها شغل في لندن. ولوجان بذل جهد كبير عشان يتمسك بايفري وما تسافرش، ولكن اللي حصل في شهر ديسمبر 2014 كان صدمة. وبنشوف ايفري ولوجان وهم عند بيتها، وبيكون شارب كحول كتير عشان ينسى انها هتسافر وتسيبه، وبيحضنها وبيعرفها انه زعلان جدا انها هتمشي. واول لما بيدخلوا البيت بتتفاجئ ايفري بالحفلة اللي عملوها عشان يودعوها، وبيتكلم ميتشل ابو ايفري مع لوجان وانه بيتمنى ان علاقته بايفري تنتهي بالجواز لانه عاوز يطمن ويفرح ببنته. وبيروح يقول لبنته ايفري رسالة الوداع قدام كل الناس، وبيعرفها انه مش هيحكي كتير بس هو فخور بيها، ولو مامتها كانت موجودة كانت هتبقى فخورة بيها جدا. وبيقول لها انه مش هيفكرها بمامتها ولا هينكد عليها هي وكل الناس، لكنه هيسيب لوجان يقوم بالمهمة دي. فبينزل لوجان على ركبته، فبتقول له مالك انت هتعمل ايه، وبتكون مرعوبة من اللي هيعمله قدام الناس لانه شارب ومش في وعيه، وبيعرفها انه مش متخيل حياته من غيرها. فبتقول له مامته خلاص عرفنا قوم يلا، ولسه هيتقدم لها فبترفضه. فبيتكسف وبيقول لها بس انا ما كنتش هتقدم لك، وبتعتذر له لانها هتسافر ولازم يتقبل ده، لكنه بيقوم وبيقول لها انها هتهرب من ابوها وطلباته الكتير وهتسيب بيتها اللي بتحبه وتهرب عشان تنسى مامتها. فبتقول له انها مش هينفع تتكلم في اي حاجه دلوقتي، لكنه بيكمل وبيعرفها ان لو مامتها موجوده كانت هتحس بخيبه امل بسببها. وبتزعل ايفري وبتقول له ما يتكلمش عن مامتها وان علاقتهم انتهت، وبتطلب منه ما تشوفوش تاني وبتسيبه وتمشي. وساعتها هو كمان بيمشي، وبتطلع ايفري اوضتها وبتفضل تعيط. وبتعدي 10 سنين وبتدور احداث كتير طول الفتره دي، وبنشوف لوجان وايفري، وبتقابل ايفري صاحبتها وبتديها ازازه الكحول اللي طلبتها منها عشان تديها لإيريكا المرأة السلعباء، هنعرفها كمان شويه. وبنشوف لوجان وهو مع مديره، وبيكون لوجان بيشتغل مطور معماري، وبيعرفوا مديره ان مطلوب 15 ل 20 دور في المبنى الرئيسي. فبيقول له اعتبر اننا مضينا العقد. انا كلوجان استفدت ايه؟ فبيقول له استفدت شغل ثابت، سقف يحميك واكل يسد جوعك، وانك تشتغل معايا دي حاجه لا تقدر بثمن. فبيقول له طب همشي انا عشان معايا ميعاد مع ابو كاسي. وبعدها بنشوف ايفري مع واحد اسمه كام، ولوجان مع واحده اسمها كاسي. وبيفضل لوجان يحفظ اسامي العيله، وان اخواتها كال وكام وهي كاسي، والكلبه اسمها فيرونيكا. وبتروح ايفري لوالدها ميتشل عشان تسلم عليه قبل ما يسافر، وبيكون لم كل حاجه في كراتين عشان هيبيع البيت، وبيديها علبه فيها صورها وذكرياتها عشان تحتفظ بيهم هي. وساعتها بتشوف صورتها مع لوجان، فبيسالها والدها لو لوجان اتصل بيها، فبتقول له انه ما اتصلش بيها ولا مره. فبيعرفها ان ام لوجان كل ما تقابله صدفه تسال عليها. وبتيجي مرات ابوها سوزان، وبيودعوا ايفري لانهم مسافرين رحله، وبتقول لهم يستمتعوا بالرحله ويخلوا بالهم على بعض، وبتمشي. وبيروح لوجان هو كمان لاهله عشان يسلم عليهم قبل ما يروح يقعد مع كاسي في بيتها. ولما بيروح يسلم على جدته بتكون مش فاكراه، وبتقول له ان فكره حلوه انه يروح يعيش كام يوم مع اهل كاسي، وانه لازم يبهرهم، وبيودع مامته وبيمشي. وبرده بنشوف ايفري وهي رايحه مع كام البيت عشان تقضي مع كام وعيلته ايام عيد الكريسماس، وبيفضل يديها نصايح ازاي تتعامل مع مامته إيريكا والكلبه بتاعتها. وبيقول لها ان مامته جابت له البسكوت اللي بيحبه، ولو اتصرفت كويس قدام إيريكا هتسمح لها تاكل منه، لكنها بتكون متوتره خالص. وبكل حب بيحاول يهديها، لكن إيريكا بتفتح عليهم باب الشارع، في حد يخض حد كده، وبتقول لهم معلش قطعتكم، وبتسلم عليهم. فبتديها ايفري ازازه الكحول الهديه، لكنها مش بتعجبها، فبتقول لها شكرا اركني بقى على جنب. وبتاخد ابنها كامل حيله النيله وبيدخلوا الحفله. وعلى الجانب الاخر بنشوف لوجان وهو مع كاسي، وبرضه بيوصل مع كاسي البيت اهلها عشان يقضي معاهم ايام الكريسماس. وبتسلم كاسي على كام، وبيكونوا الاتنين اخوات. وكاسي بتعرف لوجان على اخوها، ومش بتهدى كاسي غير لما بتعرف ايفري على لوجان، وبيتصدموا
اول ما بيشوفوا بعض، وبيظهر صوت في الخلفيه مهما تلفي مسيرك ترجعيلي. ولسه هيقول لوجان انا وايفري، فبتقول لهم ايفري احنا مبسوطين جدا انكم دعتونا لحفلتكم العائليه، وبتسوق الطرشه وبتقول له اتبسطت اني عرفتك، اسمك لوجان صح؟ وبتاخدوا حماته السلعباء إيريكا عشان تعرفوا على جيرانهم الاغنياء قوي. وساعتها بتقول ايفري يخرب بيتك انت سبت الدنيا كلها وجاي ترتبط باخت الواد اللي انا ارتبطت بيه. وبيجي لوجان وكاسي بتكون جعانه قوي، فبيسالها لوجان على الحمام، فبتقول له ايفري انا هقول لك، فبتقول لها كاسي وانا ما اعرفش اقول يعني، فبتديها ايفري الاكل بتاعها وبتقول لها تاكل عشان هي جعانه، وبتضحك عليها وبتاخده ايفري عشان توديه الحمام، وبتطلب منه ايفري ما يعرفش حد عن اللي كان بينهم زمان. لكن لوجان بيكون عاوز يعرفهم باللي كان بينهم، وان عدى 10 سنين على علاقتهم واكيد نسيوا بعض. وبتقول له لوجان انها مش عاوزه المرأة السلعباء دي تشمت فيها. قال لها قصدك على إيريكا دي سكره؟ قالت له لا والله دي وليه لئيمه بتاكل بعقلك حلاوه يا عم لوجان. ولان الراجل هو حته البونبونايه اللي في الكوكب بيوافق ما يحكيش في الذي مضى. ولما بيطلع بتعرفه كاسي على اصحاب بابا الاغنياء موت، الاستاذه مارجريت وجوزها ستان، فبتقول له مارجريت انهم عرفوا بانه شغال مطور عقاري شاطر، وبيعرفوا ستان انه محتاج يشوف تصاميمه وافكاره في خلال 3 ايام بس، وبيوافق لوجان. وفي الوقت ده بتيجي المرأة السلعباء إيريكا وبيكون معاها صوفي، ودي بنت ستان وكمان الاكس بتاعت كام ابن إيريكا، وفعلا بيسلم عليها وبيكون متفاجئ. وبتقول لها إيريكا انهم من اول ما اتولدوا وهم مستحيل يبعدوا عن بعض، لكنها سابتهم وسافرت ايطاليا عشان تدرس طب. نفس القصه بتاعت لوجان وايفري. دي ايه الصدف دي كلها؟ وبالليل بتخرج ايفري من الاوضه وبتتمشى في الممر ولا كانها في الجونه، وبتفضل تتفرج على الصور، لكنها بتكتشف ان المرأة السلعباء دي مش بتكبر في السن، فبتحس بالرعب وبتمشي بسرعه. وتاني يوم بيكون لوجان وكاسي بيفطروا مع الكلبه، فبتيجي ايفري وكام عشان يفطروا برضه، فبتقول ايفري لكام ان احتمال تروح مشوار بس مش هتتاخر، وبيوافق كام بس بيطلب منها تيجي بسرعه. وبتقول كاسي لايفري ان لوجان هيروح يشتري شجره الكريسماس، وبتطلب منها تروح معاه عشان تخلص مشوارها، فبترفض ايفري وبتقول لها انها مش عاوزه تتعبه، لكن بيصمم كام انها تروح مع لوجان عشان يتعرفوا على بعض. وبعد شويه بيوصل لوجان وايفري للمكان اللي هيشتروا منه شجره الكريسماس، وبيديها الجاكيت بتاع كالم اخو كام الصغير، وهم وبيختاروا الشجره بيقول لها انه ممكن يساعدها ويخلي إيريكا تحبها، ومقابل ده تساعده في تقديم مشروع او افكار كويسه لستان، لان ايفري عامله ماجستير في اداره الاعمال وتقدر تقدم افكار وشغل اكتر من لوجان لانها بتعمل ده باستمرار، وان هو يعمل ويخطط كل ده لوحده في 3 ايام صعب. وبيطلب منها توافق وانه هيخليها تبقى واحده من عيله كام في اسرع وقت، فبتقول له مين قالك ان علاقتها بكام حقيقيه، وبيعرفها انها في الثلاثينات واكيد مش هتوعد حد من غير نيه الجواز، فحبيب كام ابن امه ودلوعه ماما، يعني لو طلب منها تمضغ له الاكل هتعمل كده، وانه مستحيل كام يعمل اي حاجه من غير موافقتها، لكنها بتستكبر وبتقول له انها مش محتاجه مساعدته وهتقدر تتعامل مع إيريكا لوحدها بكل سهوله. وفي الوقت ده بيتصل كام وبيقول لها ان ماما عاوزاها تشتري ازايز كحول وهم راجعين، بس مش زي النوع اللي جابته لها ايفري اول مره، وبيودعها وبيرجعوا يكملوا رسمتهم. وهنا بتكون خايفه ايفري، فبيطمنها لوجان وبيقول لها انهم معاهم 3 ايام وانه محتاج يعمل عرض ممتاز عشان يوريه لستان، فبتوافق ايفري وبيتفقوا انهم يساعدوا بعض. وبعدها لما بيرجعوا عند البيت بتشوف كيس حلوى في الجاكيت بتاع كالوم اخو كالو الصغير، وبتاكل منه كتير لانها جعانه قوي. وبيسالها لوجان لو تقدر تتكلم في الكنيسه قدام الناس، وبيسيبها تفكر وبيدخلوا الشجره. واول لما بتشوف إيريكا الشجره بتشكر لوجان جدا. وبعد شويه بتكون ايفري غيرت هدومها، ولما بتشوف الكلبه قدام الاوضه بتقول لها هي اللي بعتتك ولا ايه؟ وهي وماشيه بتكون الكلبه ماشيه وراها، فبتسال نفسها هي الكلبه دي مش بتكبر زي صاحبتها ليه؟ وبتخاف وبتجري. وبيكونوا كلهم جهزوا، وبيروح لوجان يحط الجاكيت اللي اخده معاه وهم بيشتروا الشجره، وساعتها بيشوف كيس الحلوى اللي اكلت منه ايفري، وبيكون مكتوب عليه ان في نسبه مخدر عاليه، وبيتصدم وبيشيله بسرعه. ولما بيوصلوا الكنيسه بتكون ايفري شايفه ايدها بشكل مش طبيعي، فبيروح لوجان لاوضه القس وبيطلب من الطفل انه عاوز يقابله، لكن الطفل بيمنعه يدخل. فبيقول له لوجان انه المفروض صاحبته ايفري تقرا بعض الايات، لكنها مش هتقدر تعمل كده لانها تعبانه جدا، وبيطلب منه ما ينساش يعرف القصه بالموضوع ده. ولما بيرجع لوجان بيقول لايفري ان الحلوى اللي اكلتها فيها كميه من المخدر، وبيعرفها انه قال لهم بانها مش هتقدر تقرا الايات لانها تعبانه، وبيطلب منها ما تتكلمش وكل حاجه هتعدي تمام. وبعد شويه بينادي القصه على ايفري عشان تطلع تحكي القصه للاطفال، فبتقول
فبتقول له لوجان الحقني بينادي عليا، المفروض اعمل ايه؟ قال لها اطلعي وكل حاجه هتعدي تمام. وبيكون الولد نسي يقول للقس ان افري تعبانه، وهي وطالعه بتحاول تطمن نفسها وبتقول ان ده شيء طبيعي وكل ده هيعدي عادي. وكلمات الكتاب بتفكرها بانها مسطوله، فبتقفل الكتاب وبتقرر تحكي من دماغها، لكنها مش بتعرف تقول ايه، فبتقول كلام اغنيه. وبيكونوا محرجين من اللي بتهببوا افري، وساعتها بتسقف وكلهم بيغنوا وبيحتفلوا بالمناسبه وبيكونوا مبسوطين قوي. ولما بيخرجوا بره لسه هتمسكها إيريكا عشان تهزقها، لكن بيجي القس وبيقول لها انه ما كانش متوقع اللي هي عملته. فبتقول له إيريكا انهم برضو محدش فيهم كان متوقع اللي هي عملته، لكنه بيعرفها ان دي احلى حاجه حصلت، وان كل الناس كانوا بيتفاعلوا معاها ودي حاجه مش بتحصل، وانها قدرت تلخص القصه باسلوب ممتع وسهل. وبيشكرها على اللي هي عملته وبيطلب منها تيجي السنه اللي جايه. وبتكون إيريكا مصدومه ومش متخيله اللي بيتقال. وبيشكر افري وبيقول لإيريكا يا ريت تبقي تيجي الكنيسه، وبيسيبهم وبيمشي. فبيمسكها جوزها ليوناردو قبل ما تروح تعضه. وبالليل بتكون افري جعانه وبتنزل المطبخ عشان تدور على اكل، وبتشوف لوجان صاحي وبيكون بيسجل شويه افكار عشان يعرضها على ستان. وبتشوف الافكار وبتقول له انها حلوه جدا، لكنه بيقول لها ان مديره وستان عاوزين حاجه سريعه وما تكلفهمش، وان الافكار دي محتاجه وقت وفلوس كتير. وبتعترف له افري انها كانت بتغير منه لانه عارف يبسط نفسه. فبيقول لها انها لما سافرت زمان ما كانش عشان تشتغل، لكنها كانت عاوزه تهرب من اي حاجه تفكرها بمامتها زي البيت وزي لوجان، وعشان افري كانت بتحب لوجان جدا وعاوزه تجوزه لافري، فهربت منه عشان ما تفتكرش مامتها. فبتقول له ان ده من 10 سنين وانها اكيد كبرت واتغيرت، وبيعرفها انه ما كانش سعيد في حياته ومفيش حاجه عدت عادي من غيرها، وانه عارف ان في وقتها هي خسرت اهم شخص في حياتها، لكنه هو كمان خسر اهم حد في حياته وهي افري. فبتقول له لوجان ولد عيب، وبيعتذر لها على اللي قاله وبياخد رسوماته وافكاره وبيروح ينام. وبتفضل تاكل في البسكوت بتاع إيريكا لحد ما بتروح في النوم. وبتحلم بإيريكا وهي بتقول لها انها هتحرق بنطلونها الجينز، وانها طبعا مش حلوه زي صوفي. ولما بتصحى من الكابوس المرعب ده بتكون نايمه على السفره، فبتلم البسكوت وكل اللي هي عملته، وبتسمع إيريكا وهي بتكلم ابنها وبتودعه عشان رايح الشغل، وبتقول له انها عازمه صاحبتها على الفطار وهياكلوا بسكوت. فبتتصدم افري لانها اكلته، وبتلاقي لوجان طالع فبتطلب منه يشتت انتباه إيريكا ويحاول يبعدها عن المطبخ. فبيروح لها لوجان وبيقول لها انه عاوز يتكلم معاها لوحدهم. وهناك بتكون افري قفشت الكلبه وبتحاول تاكلها البسكوت عشان تبين ان الكلبه اللي اكلته مش هي. وبنشوف لوجان وهو بيشكر إيريكا لانه قضى معاهم الكريسماس، وبتقول له انت عاوز تطلب مني الطلب اللي بيدور في دماغي؟ وبيكون متوتر وبيقول لها ايوه، فبتفرح وبتحضنه. وهناك بتكون افري كسرت البسكوت ولبست الجريمه للكلبه، وبيسمعوا افري وهي بتزعق وبتقول للكلبه ازاي تعمل كده. فبتروح لها إيريكا بسرعه وبتقول افري ان الكلبه اكلت البسكوت، وبتخاف على الكلبه لانها اكلت كميه كبيره من البسكوت، وبتقرر توديها للدكتور. فبتقول لها افري انها مش محتاجه دكتور، وبتعرفها إيريكا ان البسكوت مضر للكلاب وان كلبتها وزنها صغير على الكميه دي. ولما بيدخلوا للدكتور بتقول له إيريكا ان الكلبه اكلت كميه كبيره من البسكوت، وبيعرفهم الدكتور ان كلبه في السن ده لما تاكل كميه كبيره دي حاجه خطر، وانها محتاجه فحوصات وسوائل وحاجات كتير عشان تتعافى من اللي اكلته. وساعتها بتطلب افري من إيريكا انها تفضل بره وهي هتفضل مع الكلبه عشان هتتعب جدا لما تشوف كلبتها في اسوأ حالاتها. ولما بتطلع إيريكا بتحكي افري للدكتور اللي حصل، وان هي اللي اكلت البسكوت ولبست الجريمه للكلبه. وبعد شويه بنشوف إيريكا وهي بتسمع اصوات مرعبه من اوضه الكشف لدرجه ان الحيوانات اللي بره بيخافوا، لكن بتكون افري هي اللي بتعمل الاصوات دي كانها الكلبه. ولما بيطلع الدكتور بيقول لها ان حاله الكلبه اتحسنت، وبتشكره إيريكا جدا، وبتشكر افري على شجاعتها وانها ما سابتش الكلبه ولسه هتمشي. الدكتور بيديها الفاتوره وبتقول لإيريكا تركب العربيه وهي هتحاسب. ولما بتشوف الفاتوره بيكون المبلغ 1435 دولار، فبتتصدم وبتقول له ان المبلغ ده ضخم جدا، تخيل دفعت كل المبلغ ده مقابل علبه بسكوت. وبعد شويه بيروح لها لوجان الاوضه وبيسالها ايه اللي عملته ده، فبتقول له انها طلبت من إيريكا انها تطلع بره اوضه الكشف، وقالت للدكتور ان هي اللي اكلت البسكوت. فبيقول لها انت كده هتورطينا في مشاكل اكبر. وبتستغرب وبتقول له انه ما كانش كده لما كانوا مع بعض زمان، وبتطلب منه يمشي قبل ما حد يشوفه. واول لما بتفتح الباب بيتصدموا لان كالوم بيكون سمع كل حاجه. وتاني يوم بيكونوا خارجين كل واحد مع حبيبته، وبيروحوا حانه عشان يسهروا فيها. ومش بيعدي كتير وبتيجي صوفي وبيسلموا عليها، وبيروح كام يجيب لهم اي حاجه يشربوها. وساعتها بتقول صوفي لإفري ان إيريكا صعب حد
حد يعاشرها. فبتقول لها ايفري ما تخافيش كله تمام، وبتعتذر لها وبتروح ترد على التليفون، وبتطلع بره عشان تكلم السمسار اللي هيبيع بيت ابوها. لكنها بتتصدم لما بتشوف كام وهو بيحكي مع صوفي وبيكونوا مبسوطين قوي. فبتدخل وبتقول له انها كانت بتكلم السمسار عشان عارضين بيت ابوها للبيع، وفي مشتري هيجي بكره ولازم توديله المفتاح من بالليل. فبيقول لها كام ان البيت بعيد وانه شرب كحول ومش هيقدر يوصلها. فبيقول لها لوجان انه هيوصلها لانه لازم يروح يكمل شغله، وبيوافق كام وبيقول لها سيب الراجل الشهم ده يوصلك. ولما بتدخل بتفتكر مامتها وبتشوف الذكريات اللي كانت بتكتبها مامتها على الحيطه، وانها مش مصدقه انها بتودع المكان ده. وكان حلم ايفري انها تتجوز وتعيش هي واسرتها في نفس البيت. وبيسالها لوجان ليه ما تتكلمش مع والدها بخصوص الموضوع ده. فبتفهمه انه كبر وما بقاش قادر يشتغل وعاوز يبيع البيت لانه محتاج اي فلوس. وبيقول لها انها ممكن تشتري البيت من والدها، ولازم تواجه الماضي وما تهربش منه لان من غير ماضيكي مش هيبقى لك هويه. وبتطلب منه يمشي عشان معاه شغل ولازم يخلصه. فبيرفض وبيقول لها الشغل ممكن يتاجل لكن القعده الحلوه دي مش هتتاجل. وتاني يوم بيكون لوجان وكاسي في المطبخ، ولما بتيجي ايفري بتقول لها كاسي ان فاتها يوم جميل قوي امبارح وانهم رجعوا البيت الساعه 1، لكن كان متاخر في الوقت وفضل مع اصحابهم. ولما بيجي كان بتساله رجع البيت الساعه كام، فبيقول لها انه رجع الساعه 2 ومرضيش يضايقها فنام على الكنبه. وبيكون لوجان مصدوم من الكذب اللي بيسمعه. وبعد شويه بيخرجوا في الاجواء الثلجيه الجميله دي، وساعتها بتلاحظ ان كام تعبان لانه ما نامش كويس من امبارح. فبيودعهم وبيروح، وهم بيشتروا الهديه بيروح لوجان لايفري وبيعرفها ان كام رجع البيت متاخر امبارح. وبتساله ليه عاوز يوقع بينها وبين كام ويفتعل المشاكل. فبيقول لها انه ما بيعملش كده بس هو حاسس ان تصرفاته غلط فقلقان عليها، لكن بتطلب منه يرجع لحبيبته وما يقلقش عليها. وبالليل بتشوف ايفري اوضه لوجان مفتوحه وبتدخل تشوف عمل ايه في التصاميم اللي هيقدمها لستان. ولما بيجي لوجان بتقول له ان ده عرض حلو جدا ولسه هيدور بينهم حوار لذيذ. بيجي العيل الغتت وبيقول لهم انهم عاوزين يتفتحوا، وبيطلب منهم هديه عشان يقدمها لمامته، وبيكون عاوز هديه من الهدايا بتاعتهم. وبيروح لوجان يديله الهديه اللي كان جايبها لايفري، وهم بيتعشوا مع العيله بيكونوا مستغربين ايفري ولوجان ازاي من نفس المدينه وما يعرفوش بعض. وبيغير الموضوع لوجان وبيسال ابو كاسي انه عارف من بنته انه عاوز يسيب الشغل، لكن بتعترض اريكا وبتقول له لما تسيب شغلك هتشغل نفسك بايه. لكن كاسي بتقول لها ما تسيب الراجل هو مش عاوز يشتغل ده ايه ده. فبتسال صوفي هتسافر استراليا امتى، لكن بتقول لها انها هتفتح عياده خاصه هنا. وبعد الاكل بتقول اريكا لوجان ايه ناوي تعملها امتى، فبيسالها اعمل ايه مش فاهم. فبتغمز له بتقول له خلاص تمام. فبينادي عليه ستان عشان يشوف التصاميم والشغل اللي كان بيعمله لوجان، وبيروح يجيب الملف من الاوضه لكنه بيتفاجئ وبيسمع صوت في الاوضه، وبتكون مارجريت والسيد لينارد وبيعترفوا له انهم على علاقه ببعض. وبتقول له انهم كانوا ناويين يعرفوهم لكن ما لقوش الوقت المناسب، وبيهددهم انه يعرف اريكا باللي بيحصل من وراها. فبتطلب منه ما يعملش كده عشان العيد يعدي بسلام من غير مشاكل. فبيوافق لوجان وبيحذرهم انه ما يشوفهمش مع بعض مهما حصل ولا حتى يبصوا لبعض. ولما بينزل كل واحد بيفتح الهديه اللي اشتراها لاريكا، وساعتها بتشوف الهديه اللي جابها لها كالوم ابنها الصغير. فبيتصدموا بيقولوا له حركه جريئه منك دي يا ولد. فبيخافوا بيقول لهم انه خدها من لوجان. فبيقول لهم ايوه اشتريتها بس مش للست دي. وبتقوم ايفري هي ولوجان عشان يتكلموا مع كالوم وبيقولوا له هو ده اللي اتفقنا عليه. وبيعرفهم لوجان انه غلط لكن الهديه دي طبعا ما كانتش مقصوده. وبتهددوا ايفري لو حد عرف بسرهم هتقول لكل العيله على غلطاته الكتير. وبره بيكون ام لوجان وجدته وصلوا، وبتكون كاسي عامله مفاجاه لوجان وجابت له اهله. وهم طالعين مع كالوم بيتصدم لوجان وايفري باهله. فبيسلم على مامته وبيقول لها ايفري هنا اوعي تبيني انك تعرفيها. لكن جدته ذاكرتها بترجع لها وبتنادي على ايفري وبتسالها انت بتعملي هنا ايه. فبيسالها كام هي ازاي تعرفك. فبتقول له ايفري هي تعرفني؟ لا ما تعرفنيش. وبيقول لهم لوجان انها بتعاني من الشيخوخه. فبتسالها كاسي ازاي تعرفي ايفري، وبتقول لهم انها شافت لوجان وايفري وهم في العربيه مع بعض كذا مره، وبيكونوا كلهم مصدومين باللي بيتقال. وساعتها بتقول لهم ايفري انهم كانوا على علاقه ببعض زمان لكن عدى وقت طويل ورفضوا يزعجوهم ويحكوا في الماضي. وهناك بتكون تيتا بتاكل الكلبه بسكوت. فبيفتكر كالوم القصه وبيقول لمامته ان ايفري هي اللي اكلت البسكوت مش الكلبه. فبيتصدموا كلهم. فبتهديهم اريكا وبتقول لهم ان النهارده الليله بتاعت كاسي وان لوجان كان هيطلب ايدها للجواز. وبيتصدموا كلهم حتى لوجان. فبيقول لمامته وليهم كلهم لا مش هعمل كده، وبيعتذر لكاسي وانه ما نواش يطلب ايدها. فبيقول له ابوها ايه الاحراج ده. فبيهددوا لوجان باللي عرفوا عليه. فبتقوم مارجريت مرات ستان وبتقول لهم انها لازم تمشي. فبتقول لها اريكا انها عارفه. وساعتها بتقول له جوزها ستان ان مراته بتحب ليوناردو جوزها،
بيها، وبيتصدموا كلهم بالخبر المرعب ده، وكل واحد بيجري على اوضته من الصدمه. وبعدها بتجهز شنطتها ايفري وبتمشي، فبيروح لها لوجان وبيعتذر لها على اللي حصل، وبيسالها لو ينفع يتصل بيها، فبتقول له لا وبتمشي. وتاني يوم بتكون ايفري في البيت، وبيروح لها ميتشل ابوها وبيقول لها ان الرحله كانت جميله وكانوا مبسوطين جدا، وبيديها مفتاح البيت وبيقول لها تروح وقت ما تحب، بس بيطلب منها تديله تمن البيت وانه بيحبها جدا لكنه محتاج فلوس عشان يقدر يعيش. فبتفرح وبتشكره وبتوافق بالعرض بتاعه، وبتقول له انها مش هتحكي اسرارها لصاحبتها بارب تاني عشان فتنت عليها. فبيقول لها ميتشل ان بارب ما قالتلهوش حاجه، وبيقول لها بيقلك انت وهو وقعتوا نفسكم في مشاكل ملهاش اخر، وبيتمنى ان كل حاجه تعدي مع لوجان تمام. وبعد شويه بتشتغل على تصاميم لوجان، وبتلبس وبتروح توديها لبيت إريكا، فبتترجاها تدي الملف لوجان وان ده شيء مهم جدا بالنسبه له. وبتقول لها ايفري لو ما عملتش كده كل يوم هتجيلها لحد ما توافق تساعدها. وبنشوف لوجان وايفري وهم بيفتكروا ذكرياتهم مع بعض. وبعدها بنشوف لوجان وهو مع ستان ومديره بول، وبيقول له بول انهم جاهزين عشان يشتغلوا في المشروع بتاعه، لكن بيرفض ستان لانه قدامه 5 عروض مشابهه للعرض بتاعه. فبيطلع الرسومات والافكار بتاعت لوجان، وبيقول له ان عاوزهم ينفذوا له الافكار دي. وبيقول له ستان انه مش عاوز يبني اي حاجه وخلاص، هو عاوز يعمل حاجه المدينه كلها تفتخر بيها. فبيقول له بول ان دي فكره حلوه، بس فكرته هتخليهم يحققوا ارباح اعلى من دي بكتير. فبيعرفوا ستان انه في الستينات ومش محتاج فلوس كتير. فبيقول له بول انهم مش شركه مباني، لكن بيعرفوا ستان ان في شركات كتير تقدر تشتغل له على الافكار دي، وانه محتاج صاحب الرؤيه، واكيد هو مش انت يا سيد بول لكنه هو لوجان. فبيوافق لوجان انه يشتغل على المشروع بتاعه. وبيقول له ستان ان ايفري كل يوم بتروح لاريكا وبيطلب منه يقول لها ما تروح لهاش تاني. وهناك بنشوف ايفري وهي في حفله في بيت مامتها، فبتشكرهم ايفري على حضورهم وبتكون مش عارفه تتكلم، لكن بيوصل لوجان وبيروح له ميتشل عشان يمنعه. فبيقول له ثق فيا، وبيقول لايفري انه كان بيتمنى ان الزمن يرجع للي حصل زمان وما يتصرفش نفس التصرف، وان الكريسماس السنه دي كان مرعب وكله كذب ومشاكل، لكنه كان مبسوط انها موجوده، وبيطلب منها يدوا نفسهم فرصه تانية يمكن ينجحوا في علاقتهم. فبتحضنه ايفري وبيعترفوا بحبهم لبعض. وبعد سنه بيروح ستان لايفري وبيديها هديه ليها هي ولوجان، ومش بيرضى يدخل لانه رايح يتعشى مع الاولاد، وبيطلب منها تقول لوجان يستمتع بالاجازه بتاعه الكريسماس ويرجع شغله يوم 4 يناير. فبتقول له انها هتبلغه وبيشكرها وبيمشي. وقبل ما تدخل بتنادي عليها اريكا وبتقول لها ما تاكلش البسكوت كله لوحدها، وبيقول لها ستان يلا يا حبيبتي وبيمشوا. ثواني، يعني ستان وجوز اريكا بدلوا مراتاتهم؟ ايه العيله اللي كلها علاقات معقده؟ وبيطلع لوجان وبيقول لها انه حجز القاعه وفرحهم النهارده وبس. بيخلص الفيلم بكل امن وسلام وحب وامان. اكتب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وخليك عارف اني شغال على حاجه جديده هتبهركم. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.